طبعا انتم ملي كتكونوا غتاخذوا قرض تكون فرحان بالقرض. علاش؟ حيت عندك مشروع ديالك، يا اما استهلاك او عقار، فرحان وباغي فوقاش يعني تعمر داك الوراق، وتيسحبك هذوك الوراق ما عندهمش شي قيمه، راه شي حوايج كديرهم من البنكه وصافي، داكشي اللي معروف. لكن كاين واحد الامور اللي هي مهمه، اللي اليوم غادي نتكلم عليها. من ضمن الامور المهمه اللي غنتكلم عليها هي واحد الوثيقه اللي كتعمروها، اللي تلقى فيها كنعطيوك واحد الاسئله وتيخصك تجاوب علينا. هادو معلومات ما تستهنوش بهم، وكنطلب منكم تعمروهم نتوما. الا قال لك البنكي او البنكيه، يعني الشخص اللي تيشتغل في البنكه واللي كيصاوب لك الملف ديالك ديال القرض، الا قال لك هادو يخليهم حتى يوقع عليه هنايا، قول له لا، الا ما عمرتيش هذيك، يعني بحال كتعطيهم شيك على بياض يديروا فيه المبلغ اللي بغاو. بحال عطيتي شي واحد شيك خاوي وقعتيه وعطيتيه له، يدير المبلغ اللي بغا وغتكون مدين ليه، وهو دائن كتسالو فلوس، كيسالك فلوس، فوق ما بغا يقول لك عطيني فلوسي وانت اش بالتالي انت كتموت وكتجي مرتك كتقول ما عطيوني التامين الحياه ديال الزوج ديالي، تيقول لا لا زوجك كذب علينا والعقد باطل وما غنعطيوكش التامين، ودابا غتخرج من الدار انت ووليداتك وغادي نبيعها في المزاد العلني، وغادي نقول لك واش مازال كنسالوك وتزيدينا، او هذاك الشيء باش بعنا كافي باش يغطي ما بقي على ذمتي او في ذمه الزوج ديالك ملي كان حي. كاين تامين على الحياه وتيخص الانسان يرد باله. اللي دار القرض يخبر الزوجه ديالو، الا كانت مرات تخبر الزوج ديالها، ولا يخبر الاولاد ديالو، باش الا كانت شي حاجه قدر الله شي حاجه وجات شي وفاه يعني بغته يكونوا عارفين بان كاين تامين على الحياه. وحتى لما خبرهمش انا تنقول لكم راه كاين تامين على الحياه، سيروا قلبوا عليه وقلبوا عليه في الاجل القانوني اللي هو قبل ما تنصار من الاجل ديال سنتين. وملي كنقول لكم قلبوا عليه يعني راسلوا مع الاشعار بالتوصل. معلومه اخرى، التواصل عن طريق مفوض قضائي راه ماشي عيب ولا نزاع ولا الدبزنه ولا رحنا غادي للمحاكم، لا. التواصل او الارسال او المراسله او التبليغ عن طريق مفوض قضائي هي فقط وسيله قانونيه فعاله وسليمه وناجعه بالنسبه للمستفيد من هذه الخدمه فقط. راه ماشي كندبز ملي كنصيفط مفوض قضائي، ماشي الدباز، هي باش نثبت بان الرساله وصلت وخداها مولاها او رفض ياخذها، وفي هذه الحاله كيتعتبر بانه خداها. اليوم غادي نقول لكم عندكم واحد المطبوع تيعطيوه لكم ملي كتكون غادي تعمر غتاخذ قرض. طبعا انتم ملي كتكونوا غتاخذوا قرض تكون فرحان بالقرض. علاش؟ حيت عندك مشروع ديالك، يا اما استهلاك او عقار، فرحان وباغي فوقاش يعني تعمر داك الوراق، وتيسحبك هذوك الوراق ما عندهمش شي قيمه، راه شي حوايج كديرهم من البنكه وصافي، داكشي اللي معروف. لكن كاين واحد الامور اللي هي مهمه، اللي اليوم غادي نتكلم عليها. من ضمن الامور المهمه اللي غنتكلم عليها هي واحد الوثيقه اللي كتعمروها، اللي تلقى فيها كنعطيوك واحد الاسئله وتيخصك تجاوب علينا. كيفاش الجواب؟ خصو كتقول لك دير لي كروه في هذه الخانه. هل انت مريض او مصاب بمرض مزمن؟ وكاين حداك واحد الخانه مربعه صغيره تيقول لك نعم، غدير كروه، دير علامه. لا، غادي دير علامه فلا. هل سبق لك ان اجريت عمليه جراحيه في السنوات الاخيره، الثلاث سنوات الاخيره او السنه الاخيره او السنتين الاخيرتين؟ نعم ام لا؟ كتعمر الخانه. هل في اسرتك ولا عائلتك شخص مرض مزمن؟ هل عندك شي مرض كتعالج عليه، اخر خطره شفتي طبيب؟ هادو معلومات ما تستهنوش بهم، وكنطلب منكم تعمروهم نتوما. الا قال لك البنكي او البنكيه، يعني الشخص اللي تيشتغل في البنكه واللي كيصاوب لك الملف ديالك ديال القرض، الا قال لك هادو يخليهم حتى يوقع عليه هنايا، قول له لا، انا غادي نعمر هادو وعاد نوقع، حيت التوقيع ما كيسبقش القرايه والتعمار ديال داك الخانات. عمركم ما توقعوا قبل ما تقراو داك الشيء اللي غادي توقع عليه. هذه الجمله رفضوها. شوف، وقع عليه هنا الله يكثر خيرك، هذه صافي دابا نعمر هادو، غير مسائل دابا نعمرهم، لا. قولوا غادي نعمرهم انا، الله يكثر خيرك، محتاجك توقف بجنبي، انا ما كنعرفش نقرا او ما كنفهمش مزيان، واش يمكن لك تشرح لي شنو هذه؟ هل سبق لك ان اجريت عمليه جراحيه؟ خصك تجاوب بصدق، نعم ام لا. واش الا قلتي نعم صحابك ما غاديش تاخذ القرض؟ لا، راه هما اصلا ما كيديوهاش حتى هما في هذاك الشيء، من غير اذا كان السن ديالك متقدم بزاف، كانت عندك شي 55 عام ولا 60 عام بحالي انا شارف، غادي يشوفوك ويقولوا اشنو عين نخدعوك لشي فحص طبي ولا نصيفطوك عند الطبيب يدير لك شي فحص باش نتاكدوا من صحه وسلامه البدن ديالك والعقل ديالك. لا تمشي تكون شي حاجه عندنا مخبعه وما عارفينهاش انك كبرتي وشرفتي، واكيد غتكون معرض للامراض. شكون اليوم ما مريض في هذا الوقت؟ يعني اللي ما مريضش يحمد الله ويشكره. اذا هل انت مصاب بمرض مزمن؟ قول يا سيدي شنو لا كتقصدي الله يخليك بمرض مزمن؟ كنقصدوا سيدي بحال دابا السكر والقلب، واش عندك شي سرطان، واش عندك شي علاج طويل كديرو، واش عندك الضغط؟ هما هادو.
صافي هادشي اللي كاين. اييه نجاوب بصدق. ما مريضش مرض مزمن غادي ندير لا، في الخانه ديال لا ندير كروه، ندير علامه. كنت مريض غادي ندير نعم. اذا مشيتي عمرتي بصدق راه ما غيكونش عندك مشكل ملي غادي نحتاجو نفعلوا التامين على الحياه. اذا مشيتي كذبتي او ما عمرتيش هذيك، احنا راه عندنا بجوج بحال بحال، حيت عرفتي الا ما عمرتيش هذيك شنو غادي يوقع؟ الا ما عمرتيش هذيك يعني بحال كتعطيهم شيك على بياض يديروا فيه المبلغ اللي بغاو، بحال عطيتي شي واحد شيك خاوي وقعتيه وعطيتيه له يدير المبلغ اللي بغاو، غتكون مدين ليه وهو دائن كتسالو فلوس، كيسالك فلوس، فوق ما بغا يقول لك عطيني فلوسي وانت اش هادشي. اذا ما تخليهاش خاويه، حيت الا خليتيها خاويه باش انا ما نفترضش سوء النيه في البنكي ونقول لك تخليها خاويه راه يمكن يدير شي حوايج اللي ماشي في صالحك، ولكن نقول لك فقط الله يكثر خيرك عمرها وبصدق. ديك الساعات الا عمرتيها بصدق، انا مريض مرض مزمن نعم، انا اجريت عمليه جراحيه في السنه الاخيره نعم، هل لديك عضو في العائله مريض بمرض مزمن نعم، هل تشتكي من نعم، كاع سيدي فيه الزلات كاملين. الا مشيتي وقعتي وعطيتيهم الوثيقه وقبلوا وعطاو القرض صافي انتهى الامر. لكن الا بغاو هما يتاكدوا خصهم يديروا لك فحص طبي، اما لما داروكش فحص طبي فموت بالقلب ولا موت بالضغط ولا موت بالسكر ولا موت باش ما بغيتي ما يقدروش النهار اللي نمشيو نفعلوا التامين على الحياه اللي درنا لك ما نقدروش نقول لك لا سمحي لنا راه ما كناش نخلصوك راه الزوج ديال كذب، لا ما كذبش شاي، قال المريض ها هي وباش مات ماشي شغلنا باش مات، هاد الامراض كلهم فيه. واش فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ الا فهمتوني مزيان، الا ما فهمتونيش الله يكثر خيركم. الملخص قراو الورقه ديال القرض هذه اللي كتعلق بالصحه ديالك، ملف الطبي ديالك قراوه وعمر داك الخانه، وراني شرحت لكم شنو هي المخاطر ديال ملي ما كتعمرش او لا ملي كتكذب. راه العقد تيكون باطل لاغي، وبالتالي انت كتموت وكتجي مرتك كتقول ما عطيوني التامين الحياه ديال الزوجه لي، تيقول لا لا زوجك كذب علينا والعقد باطل وما غنعطيوكش التامين، ودابا غتخرج من الدار انت ووليداتك وغادي نبيعها في المزاد العلني وغادي نقول لك واش مازال كنسالوك وتزيدينا، او هذاك الشيء باش بعنا كافي باش يغطي ما بقي على ذمتي او في ذمتي الزوج ديالك ملي كنحي. باش نتفادى هادشي هذا خذوا الوقت الله يكثر خيركم ونقيو داك الورقه مزيان وسطير بسطير وحنا راه الاشاره ديالكم عيطوا لنا مع الجوج ونجاوبوكم ونقول لك هذه اش دير فيها هذه اش دير فيها. هادشي الا ما قدرتيش تتعاون مع مولات البنكه ولا مول البنكه اللي خدام معك داك الاجير يشرح لك وصاوب داك الشيء على خاطرك وما تزربش يغيب شويه عليك، ما غيكون غير اللي بغى الله سبحانه وتعالى. وبعدو من التفاهه الله يجازيكم بخير، بداو تقلبوا في الحوايج اللي تفيدكم يوميا، بعدوا من هادشي التافه. راه احنا كنرجعوا للور سلوكيا اجتماعيا انسانيا دينيا علميا، راه احنا كنرجعوا للور ملي كنعطيو وقتنا وصحتنا وطاقتنا وشبابنا وولادنا للتفاهه. ابعدوا عنكم التفاهه فهي تقتلكم كل يوم قليلا.